سمعنا كتير عن الأب الصديق، إن أنت لازم تكون صديق قريب لبنتك ولابنك، جميل جدا، لكن ما سمعناش عن الأب اللي جوه بيته أصبح صديق للعيلة كلها. هنا الأب مش فعلا قريب وداخل في حوارات العيلة، لا، هو عابر سبيل بقى، عابر طريق، عابر أي حاجة، المهم إن هو مش متدخل قوي في تفاصيل البيت. طبعا مع كامل احترامنا للراجل اللي بيسعى طول النهار وعنده معركة بره البيت وبيرجع عايز يرتاح، ولكن انت يا سيدي هطمنك واقولك ان ربنا خلقك بالقدرة العقلية انك تحارب بره بايدك الاتنين وترجع تكمل، بس الحرب اللي جوه البيت صدقني هي اخف بكتير من بره، بالعكس هي كمان تستاهل وقتك وعرقك ومجهودك. حربك جوه البيت مش محتاجه صرف فلوس، هي محتاجه بس صرف وقت، وانك تبقى شايف ان العيله دي كلها محتاجه حد يسمعها يوجهها. انت ربنا مميزك بالعقل والقلب بينهم الطريق سالك، على عكس مراتك. انا ست زيها وبقول لك ان القلب بيسيطر والعاطفه بتسيطر على مواقف كتيره جدا، بتخلي الام احيانا بتفوتها حاجات كده بلايند سايدز في التربيه، في التوجيه، في الطريقه، احيانا ممكن تبقى عنيفة شوية، عصبية شوية، انت اللي هتيجي تعدل المسار.